فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صيغ الاستغفار الواردة في الكتاب والسنة الشريفة. أولا، صيغ الكتاب في القرآن الكريم. في كتاب الله آيات كثيرة تبين لنا صيغ الاستغفار، منها قوله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قوله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقوله: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وغير ذلك من صيغ الاستغفار الواردة في الكتاب المبين. ثانيا، صيغ الاستغفار في السنة. جاءت السنة النبوية الصحيحة بذكر عدة صيغ للاستغفار، منها الآتي: الصيغة الأولى سيد الاستغفار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه أفضل صيغة. الصيغة الثانية ما جاء في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصيغة الثالثة ما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في صحيح عن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الصيغة الرابعة ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى وهو حديث حسن عن خباب بن أرت رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله كيف أستغفر؟ قال: قل: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصيغة الخامسة ما جاء في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة السادسة ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. الصيغة السابعة ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود. الصيغة الثامنة ما جاء في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه بعض الصيغ الواردة في السنة النبوية الصحيحة. فعلى المسلم أن يحرص دائما على التوبة والاستغفار، وأن يكون لسانه وقلبه لهجا بذلك، وأن يستغفر الله بجميع هذه الصيغ، فتارة يستغفر بصيغة وتارة بالأخرى وهكذا. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.